بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلين أحباب قطر جوزة، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد نعرفكم بنفسي ونجاوبكم عن الأسئلة اللي طرحت عليا كتير كتير في القناة. إذا شكون هي قطر جوزة؟ قطر جوزة هي خلول حنان من مواليد 84، أم لخمسة أطفال، صانعة حلويات للأعراس والمناسبات، ومعلمة الحلويات. من صغري كنت نحب بزاف الحلويات ونصنعهم، وانا في صغري 10 سنين هكذاك 11 سنة نصنع الحلويات، وكنت كل عيد ولا مناسبات يتذوقوهم العائلة تاعي والأصدقاء تاعي جيراننا، ويعجبهم بزاف الحلويات، وحتى ما يأمنوش بلي أنا اللي نخدم هذه الحلويات. وكانوا دايما يشكروني، والأم تاعي تشجعني حتى، والوالد. ومن بعد كي كبرت تزوجت، عمري لا كنت ندير في بالي بلي نولي نخدم حلويات للأعراس، ولا جامي تصورتها في بالي. حتى وين صرا لي موقف في الحياة، أني ربي رزقني بطفلة في لاج 20 سنة، وهذا كان في العيد ميلاد ديالي. وبعد هكذاك 9 شهور اكتشفت أنها عندها مرض الصرع، وكانت من ذو الاحتياجات الخاصة. وفي هذاك الوقت دخلت في اكتئاب حاد، ويعني مالقري هكذاك، الحمد لله حمدت ربي على هذا النعمة اللي عطاها لي، والابتلاء المؤمن مصاب. بصح كانت قوية، ما نكذبوش على بعضنا. من بعد كي بديت نداوي فيها ومنا حوست نخرج من هذا الاكتئاب، والزوج تاعي الحمد لله ساندني، وكان دايما هو السند ديالي بعد ربي سبحانه، اني استطعت نتجاوز هذه المرحلة باش نخرج من هذا الاكتئاب. وكان شجعني باش نكون في الميدان الحلويات، ودايما يشكرني ويعني يحفزني، ويدير لي الثقة في النفس تاعي، حتى وين وليت نصنع الحلويات للناس وللجيران. بعد ما كنت في حالة لا يرثى لها، لقيت روحي كي نخدم هذه الحلويات والآخر خرجت من هذاك الاكتئاب. وننصح كل مرة عندها حاجة في الحياة تاعها ما تربعش يديها وتقعد لا تغير إلى ابتلاء من عند الله، لازم نحمدوا ربي ونشكروه ونخرجوا من هذيك الحالة اللي نكونوا فيها. بعد ما كنت مرأة ماكثة في البيت، وغير حياتي كانت دايما مع الطبيب، وهاك تعرفوا المستشفيات ودوامة يعني، والله غير ربي هو اللي الحمد لله خرجني من هذاك الاكتئاب والآخر. ولقيت روحي في هذا المجال، ونسيت هذاك الحالة اللي كنت فيها، وليت دايما الناس كي نمد لهم الحلوة يجي يشكروني ويجي يقولوا لي مالغري الظروف اللي راكي فيها، والله يبارك كيفاه تخدميها وكيفاه تقدري تساعفي الحلوة هذه وبنتك مريضة. وكنت ربي كان يرزقني بالأطفال، ويعني كنت نوفق بينهم، بين المهنة ديالي وبين المنزل ديالي. وكنت ندير الحلويات يعني والله ينبهروا بها الناس، وهذاك التشجيع تاعهم وحبهم للحلويات تاعي، يعني الحمد لله قدرت نتجاوز هذيك المرحلة اللي كنت فيها بعد ربي سبحانه وفضل ربي سبحانه. وقلت لكم الزوج تاعي السند تاعي هو اللي كان يعني اي حاجه نسحقها يشريها لي، حتى وين الله يبارك تعرفت وليت مشهوره هنا في المنطقه تاعنا. من بعد ولات الناس تقصدني في الحلويات، وكاين اللي تقول لي اعطيني الوصفه ونعطيها لها من قلبي، يعني والله ما نبخلهم، وكونتخير نحوس كامل الاسرار ولا الاخطاء اللي كنت نوقع فيهم
نقولهم لهم باش ما يوقعوش فيهم. من بعد جاتهم فكرة، قالوا لي فتحي فيسبوك. فتحت فيسبوك وليت نقاسمهم الوصفات، خطرات نخرج دي لايف وندير لهم وصفة ويطبقوها ويفرحوا بيها، ودايما يشكروني ويعطيك ما تمنيتي، وان شاء الله ربي يشفي لك بنتك ويحقق لك احلامك وينجح لك ربي اولادك. كنت دايما نفرح ونزيد نحب نمد لهم الوصفات ونحب نخرج لهم دي لايف. ومن بعد زادوا قالوا لي فتحي لنا قناة وواثقين فيك وفتحت قناة. والحمد لله كانت بين هكذاك واحد 5 شهور كنت حققت شروط اليوتيوب. دعموني الناس اللي يعرفوني وحبوني، ونشكرهم من هذا المنبر ونقول لهم بارك الله فيكم وعلى الثقة اللي واضعينها فيا، والشكر تاعكم قد ما نشكركم منو فيكمش حقكم. وان شاء الله تزيدوا تدعموني والقناة تاعي تلقى صدى كبير في اليوتيوب. والحلم تاعي اللي كنت حباته اني نوصل كامل بيوت الناس الماكيتات في البيت، اللي ما تقدرش تخرج كل وحده وظروفها. كاين اللي ما تقدرش تخلص لي زانفورماسيون في المدارس، انا حبيت نمدها لهم في القناه بكل اسرار الحلويات. ونشكر بزاف ثاني اللي يجربوا، وكل وحده اللي تقول لي حاجه بزاف نتاثر بهم، خاصه الناس اللي كاين تقول لي انا ارمله، كاين تقول لي انا مطلقه وخدمت بلاباط فايتي تاعك في رمضان، كاين تقول لي دايره مشروع غير بقلاوه اللي كنتي وريتيها وراني نوكل وليداتي بها. يعني هذا شرف ليا، ويعني قد ما نوصف لكم الفرحه اللي توصلني من هذوك الرسائل في الميسنجر. ويعني والله غير شرف ليا ان الناس تثق فيا وتثق في الوصفات التوعي. ان شاء الله يكون دعم اكثر واكثر ونزيد نمد من قلبي، ويوفقني ان شاء الله ربي ديما بين ولادي وبين الخدمه تاعي. ونوصي كل ام جزائريه حره تعلم بناتها سواء الحلويات ولا الطبخ التقليدي ديالنا، ولا الكروشي، ولا يعاودوا يولوا للعادات الجزائرية القديمة ويعاودوا يحيوها، وما يخلوش وقت ولادهم ضايع بين هذا التيك توك وهذا التفاهات اللي راهي صارية. احنا مجتمع مجتمع محافظ وزيد مسلم، ما تخلوش ولادكم ضايعين في هذا المواقع اللي ماشي دخيلة على البلاد ديالنا. وان شاء الله ديروها بعين اعتبار هذه الهضره اللي راني نقولها لكم، وتنحوا لهم هذا لي بورطابل الاوقات ضايعين غير في التفاهات. واللي تحب بلادها تشد في التقاليد ديالها ما تخلوهاش تندثر وتروح مع الناس وراهم ينسبوا فيها. شوفوا كتن عندنا الله يبارك المطبخ تاعنا كبير بزاف وعريق، الناس واحد اخرين راهم يحوسوا يسرقوها وينسبوها ليهم ويحوسوا يفتخروا بها. وعلموا ولادكم يلبسوا القفطان الجزائري والكراكو الجزائري، وعندنا الله يبارك من لباس الجزائري علموهم يلبسوهم في المناسبات، وعودوا حيوا فيهم هذا حب التقاليد تاعنا. كثير من بلدان منبهرة من التقاليد تاعنا، سواء في الطبخ سواء في اللباس. يعني ما تخلوش هذا التيك توك والاخر يمد نظرة سيئة على الجزائريين. الجزائريين فحلات، يعني عودوا راجعوا روحكم يا أمهات. نقول لكم مع السلامة في لقاء آخر إن شاء الله. دمتم في